السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنعمل فيديو بين تاريخ مواجهات النادي الأهلي ونادي الترجي التونسي. تعالوا نشوف. يلتقي النادي الأهلي بنظيره نادي الترجي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تخطي نادي الترجي التونسي عقبة شبيبة القبائل، وبعد فوز النادي الأهلي على نادي الرجاء. ومن المقرر أن تقام مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الأحد 12 مايو في مباراة الذهاب، وفي مباراة الإياب يوم الأحد 19 مايو. الأهلي والترجي اتقابلوا 22 مرة في مباريات أفريقية، من بينهم 20 مواجهة في دوري أبطال أفريقيا ومباراتين في كأس الكونفدرالية. فاز الأهلي في هذه اللقاءات 10 مرات، والترجي فاز 4 مرات، وتعادلوا 8 مرات. لعيبه الاهلي نجحت في هز شباك نادي الترجي في 26 مره، والترجي سجل في الاهلي 15 مره. والكابتن وليد سليمان ربنا يا رب يخليه لينا، ابو سليم الغالي، هو الهداف التاريخي في تاريخ مواجهات الاهلي والترجي برصيد 3 اهداف. الاهلي حافظ على سجله خالي الخساره لمده 8 سنوات في 10 مباريات متتاليه على مدار 8 سنين. حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 4 مباريات. بدايه مباريات الفريقين بدور مجموعات دوري ابطال افريقيا 2011 واللي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1 لحد نهائي دوري ابطال افريقيا 2018 واللي فاز بيها النادي الاهلي 3-1. نتيجه التعادل كانت موجوده في معظم مواجهات الفريقين بدايه من عام 90 لحد 2007، وانتهت اول 4 مباريات بينهم بالتعادل. ونجح الاهلي في تحقيق الفوز في دور مجموعات دوري ابطال افريقيا 2007. الاهلي خرج في 10 مواجهات كلين شيت، الترجي خرج كلين شيت في 8 مواجهات. المواجهه الاولى بين الاهلي والترجي كانت في سنه 90 دوري ابطال افريقيا، انتهت مباراه الذهاب والاياب بالتعادل السلبي، وحسم الترجي ترشحه لدور ربع النهائي بضربات الجزاء 4-2. اما في مشوار التتويج ببطوله دوري ابطال افريقيا فكانت المواجهه الاخيره بين الفريقين بقياده بيتسو موسيماني، وكان الفوز للنادي الاهلي ذهابا وايابا. فاز النادي الاهلي في رادس 1-0 وفي القاهره 3-0. وواضح جدا للجميع ان تاريخ الاهلي مشرف مع كل نوادي الدنيا، كل النوادي اللي في الدنيا الاهلي لعب معاها وليه تاريخ مشرف، تاريخ يشرف اي اهلاوي ويخليه يفخر ان هو اهلاوي، ويقولوا بحس عالي اهلاوي انا والفخر ليا. سلام عليكم.